أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج الفوركس مع نبشير. طبعا النهارده الحلقة بتاعتنا مختلفة شوية. نبدأ بقى نخش في أجواء البورصة العالمية. يمكن لأول مرة هنبدأ بقى نتكلم عن البورصة العالمية بشكل مفصل جدا، عن أهم العملات، أهم المؤشرات. طبعا في البداية لازم أرحب يمكن أنا أول مرة أجيب ناس خبراء في البورصة العالمية. ليه؟ احنا عاوزين الموضوع ينتشر بأكبر قدر ممكن خلال الفترة القادمة عن طريق إيه؟ ثقافة البورصة العالمية. في البدايه طبعا برحب بالباشمهندس اسلام. ازيك يا باشمهندس؟ اهلا بيك، ازي شكرا حضرتك؟ لك. الله يكرمك. طبعا معانا الاستاذ احمد عرابي. الاستاذ احمد عرابي طبعا جبناه كذا مره وكان بيحلل اليورو مقابل الدولار. صباح الخير يا استاذ احمد. صباح النور. طبعا احنا النهارده بنتكلم عن ثقافه البورصه العالميه، ولكن زي ما انت شفت يمكن الاسبوع دوت عندنا خبر الفدرالي يمكن شغلنا كلنا. كل الناس تقول لك ايه اللي يحصل يوم الاربعاء. طبعا احنا عندنا اساتذتنا النهارده نبدا نتكلم عن الخبر الفدرالي، ايه اهم المؤشرات في البورصه العالميه، ايه اهم العملات، ايه الاخبار الاقتصاديه اللي بتدور حوالينا. والسؤال اللي كان كل الناس بتساله طلبه الجامعه في ناس الصيف زي ما انتم حضراتكم شايفين اهو بدا يخش او بدا في اجازات. بدا في ناس يقول لك طب انا لو حبيت اتعلم في البورصه العالميه ايه الوقت اللي احنا ممكن ناخده؟ انا مثلا ممكن اقول شهر او شهرين، الباشمهندس اسلام ممكن يقول مثلا كذا، استاذ احمد. كل التساؤلات دي النهارده هنبدا نجاوبها وهنبدا نشوف طبعا كل الاسئله اللي احنا كانت بتسالنا الفتره اللي فاتت هنبدا نجاوب عليها النهارده. يمكن السؤال الاساسي بتاعنا موت التدريب في البورصه العالميه بياخد قد ايه؟ طبعا احنا كالعاده هنبدا الفقره الاساسيه بتاعتنا فقره الذهب. طبعا احنا شفنا الذهب يمكن الاسبوع اللي فات تداول عند اعلى سعر عند 1972 دولار واقل سعر عند 1938. الذهب فين دلوقتي؟ الذهب دلوقتي يمكن زي ما احنا حضراتكم شايفين اهو على الشاشه حاليا عند 1961 دولار. طبعا احنا بنتكلم عن الذهب بنتكلم عن السعر العالمي للذهب او الانثى بيساوي 31 جرام و10 عيار 24. لو جينا شفناه يمكن الاسبوع دوت الذهب تداول تقريبا حوالي 34 نقطه 34 دولار. يمكن الذهب تداول 34 دولار. ده معناه ايه؟ ان كان السيوله في الذهب الاسبوع اللي فات ده كانت منخفضه. دي كانت منخفضه ان الاسبوع اللي قبل اللي فات كان في الوظائف الغير الزراعيه والذهب انهار لما كان وصل لمستويات 1982 دولار ونزل الى مستويات يمكن 1937 و31. طيب الذهب فين دلوقتي؟ الذهب في حاله تحسن تاني. الذهب في حاله تحسن. الذهب يمكن الاسبوع ده تحسن وبدا فيه ارتفاع شديد، يعني ارتفاع هنقول ايه طفيف شويه ان اتحرك بنسبه 34 دولار. طيب الذهب فين دلوقتي؟ 1961 دولار. امتى نقوله الذهب مرتفع؟ النقطه دي مهمه جدا. لو الذهب صعد فوق 1980 دولار هنتوقع ارتفاع الذهب ممكن يوصل لمستويات 1990، ممكن يوصل لمستويات ال 2000. طبعا زي ما احنا شايفين على الشاشه ده الشرط بتاع الذهب. 2000 دي نقطه قويه لارتفاع الذهب. امتى نقول انخفاض الذهب؟ انخفاض الذهب تحت مستويات 1950 دولار. لو شفنا الذهب تحت 1950 دولار ممكن نتوقع انخفاض الذهب الى 1940، ممكن يوصل لمستويات 1930 دولار. ولكن طبعا زي ما احنا شايفين يمكن دلوقتي عند 1961. النقطه دي بالنسبه لنا اللي هي 1960 دي نقطه عرضيه اللي هي ماشيه فيها الاسبوع اللي فات. كان الذهب بيتحرك في مستوى ضيق جدا، ولكن الاسبوع ده عندنا خبر قوي جدا، خبر الفدرالي. عندنا معدل تضخم في امريكا. طبعا احنا هنبدا نتكلم بشكل يعني بشكل تفصيلي جدا النهارده مع الخبراء بتاعنا بتوع سوق المال. هنطلع فاصل وبعد الفاصل بقى نبدا نجاوب عن اهم الاسئله بتاعتنا، موت التدريب والخبر الفدرالي ومعدل التضخم.